السلام عليكم من جديد في الكيز اوف ساينتفك ريسيرش كورس. معادنا النهارده على ليكتشر 11 هنكمل او هنخلص فيها ريسيرش ترمينولوجي. هناخد فيها الجورنال ماتريكس والبلاجوريزم. معاكم عبد الله الوكيل. لو احنا جينا كده نشوف احنا وصلنا لفين، احنا في المحور بتاع التكنولوجي في شابتر 3 ريسيرش تولز والتكنولوجي. خلصنا الداتا بيزز والببلشر والجورنالز والارتكلز، الفروق بينهم، يعني ايه سايتيشن. وقلنا الحلقه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت ان سايتيشن اقتباس، ان انا بقتبس بحث، وانا كباحث يهمني ان الناس تاخد البحث بتاعي او تستشهد بيه. وهنتكلم ده عليه بالتفصيل النهارده. والدي او اي يعني ايه، والاوركيد نمبر قلنا ان دول البصمه الوراثيه. الدي او اي للبحث والاوركيد للباحث. والامباكت فاكتور عرفنا يعني ايه معامل تأثير بشكل عام. النهارده هنبدأ بالجورنال ماتريكس. ايه المعايير اللي على اساسها بنقول المجلة دي قوية ولا ضعيفة؟ تعالوا نبدأ ونشوف ان شاء الله. انا حبيت ان انا كلمة معايير دي نخليها على 3 حاجات. الماتريكس هناخدها على الجورنال، المجلة دي قوية ولا ضعيفة على أساس إيه. وكمان هناخد إيه الماتريكس أو إيه المعايير الخاصة بالأرتكل، أقول إن الأرتكل دي قوية ولا ضعيفة. ومعايير خاصة بالباحث، الباحث ده باحث قوي ولا ضعيف. تمام. طيب تعالوا نبدأ كده بالجورنال ماتريكس. وركزوا النهاردة معانا، ده العنوان الأساسي بتاعنا النهاردة، الماتريكس. في الجورنال ماتريكس في 4 معايير علشان أقيم المجلة دي قوية ولا ضعيفة. تمام كده، تمام. أول معيار الإمباكت فاكتور اللي احنا كنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، هنعرف ازاي نحسبه. تمام. المجلات اللي ليها امباكت فاكتور صغير فدي مجلات ضعيفة نسبيا. المجلات اللي ليها امباكت فاكتور عالي فدي مجلات قوية نسبيا. طيب السايت سكور هنعرف انه تقريبا شبه الامباكت فاكتور باختلاف بسيط جدا. فبرضه كل ما السايت سكور للمجلة دي كان كبير، كل ما كان المجلة دي قوية. في حاجة اسمها اس جي ار، وفي حاجة اسمها السناب، هنتكلم عنهم باختصار برضه النهارده. طب تعالوا نبدأ كده بالإمباكت فاكتور ونعرف ازاي بنحسب الإمباكت فاكتور بتاع مكان. طيب انا عايز ارجع تاني قبل ما نحسب الامباكت فاكتور، ارجع تاني. احنا الامباكت المعايير المختلفة لتقييم المجلة معتمدة باعتماد اساسي على كلمة citations. المجلة دي كام حد بياخد منها أبحاث. تمام، بيستشهد بالأبحاث اللي موجودة في المجلة. فالأساس كله في السايتيشنز. حاجة كمان البابليكيشنز، عدد الأبحاث اللي بتتنشر في المجلة. يبقى دول المعيارين الأساسيين. تمام. طيب المسميات دي كلها الاختلاف في طريقة الحسابات بس. تمام. طيب تعالوا نبدأ كده تاني في الامباكت فاكتور ونشوف الامباكت فاكتور بتاع المجلة بنحسبه ازاي. الامباكت فاكتور بشكل سريع كده بنشوف اخر سنتين عدد الابحاث اللي اتنشر خلال السنتين اللي فاتوا. لو انا عايز احسب امباكت فاكتور بتاع السنه دي، هو كل سنه بيختلف، عايز احسب الامباكت فاكتور بتاع السنه دي، فهشوف اخر سنتين عدد الابحاث اللي اتنشرت في المجله دي كام بحث. تمام. طيب تاني حاجه اشوف السايتيشن السنه دي للأبحاث اللي اتنشرت خلال السنتين اللي فاتوا، عدد السايتيشنز أو الاستشهادات للبحوث أو الببليكيشنز أو الارتكلز. publications يعني الأبحاث المنشورة، الارتكلز الموجودة خلال السنتين اللي فاتوا. تمام. يبقى أنا هجيب السايتيشنز وهجيب عدد الارتكلز، هقسم عدد السايتيشنز للأبحاث دي على عدد الأبحاث ذات نفسهم، هيطلع لي الإمباكت فاكتور. تمام. يبقى أنا بشوف الأبحاث خلال سنتين. تعالوا ناخد مثال. لو أنا عايز أشوف الجورنال إمباكت فاكتور لأحد المجلات مثلا 2018، هشوف عدد السايتيشنز اللي حصلت سنة 2008، عدد السايتيشنز اللي حصلت سنة 2008 للأبحاث المنشورة 2007 و2006. اكتشفنا إن هما 637. تمام. يبقى الأبحاث المنشورة 2006 و2007 حصل لهم سايتيشن 637. طيب هما كام بحث أصلا؟ والله كانوا 104. يعني عدد الأبحاث اللي اتنشرت في المجلة دي كانوا 104 خلال السنتين اللي فاتوا. حلو حلو. اقسم 1/2، اقسم عدد السايتيشنز اللي هم 637 على عدد الأبحاث أصلا اللي هي publications، الأبحاث المنشورة أو الارتكلز، هيطلع لي الامباكت فاكتور. يبقى حلو جدا. يبقى إذا كل ما السايتيشنز زادت للأبحاث كل ما الامباكت فاكتور زاد.
يبقى ده بالنسبة لي مجلة قوية. طيب كل طبعا لو احنا قلنا النمبر اوف الايتمز دي اللي هي الارتكلز، لو عدد الابحاث قل، فده يعني مثلا لو احنا معانا 5 ابحاث والخمس ابحاث دول في سايتيشن كبير قوي، يبقى الامباكت فاكتور كمان مضاعف. تمام، اتمنى تكون الامباكت فاكتور واضح لكم. طيب تعالوا ندي مثال، او ان انا اديت مثال المره اللي فاتت بالاندستريال كروبس اند برودكتس امباكت فاكتور. قلت انا شفت مجله هشوف قوتها ايه، هشوف الامباكت فاكتور على جوجل عادي، طلع لي والله ان هو 5 و6. طيب في مجلات اصلا ملهاش امباكت فاكتور، في مجلات ليها امباكت فاكتور 1 2. طب عايزين نشوف الماستر، الحاجه اللي بقى اللي هي الاساسيه، او نشوف، تعالوا نشوف المجلات اللي بينشروا فيها دول بياخدوا نوبل كمان. الناس اللي بتاخد نوبل بتنشر في مجلتين احنا قلنا اساميهم قبل كده. المجله الاولى اسمها نيتشر، والمجله الثانيه اسمها ساينس. نيتشر 49، وركزوا تاني الامباكت فاكتور بتاع نيتشر السنه دي 49، والساينس مجله ساينس 47. دي المجلات الناس بتوع نوبل بينشروا فيها كمان، المجلات هي اقوى المجلات يعني. طيب يبقى ده كده مثال للامباكت فاكتور. انا اديت مجله يعني على قدها شويه، وده النورمال كيس في مصر يعني 5 ومش عارف 6 و7 وكده. طيب مجله المجلات بقى اللي هي نقول حاجه بيك كبير مثلا زي نيتشر وزي ساينس، يبقى ده كده اعتقد الامباكت فاكتور اتوضح. ده نيتشر ودي مجله ساينس، ده كده الامباكت فاكتور اعتقد واضح تمام. السايت سكور قلت هو الامباكت فاكتور، بس بدل ما بحسبها خلال سنتين بحسبها خلال 3. طيب تعالوا نشوف السايت سكور كأنها مراجعة برضه. تعالوا كده نشوف مثال. طيب احنا هنحسب السايت سكور خلال 2015. حلو. طيب هشوف الابحاث اللي اتنشرت خلال 3 سنين، اشوف عددهم، ده بي اهو تحت، واشوف السايتيشنز بتاعتهم السنه دي 2015 كام. يبقى ده كده السايتيشن بيبقى ايه، يبقى بقسم ده على ده بيديني السايت سكور. تعالوا كده ده السايتيشنز خلال 2015 للابحاث اللي اتنشرت خلال ال3 سنين اللي فاتوا، على عددهم بقى، عدد الارتكلز الابحاث دي قد ايه، فده كده السايت سكور. تمام. تعالوا مثال السايت سكور بتاع نيتشر كان السنه دي 56. طيب كان الامباكت فاكتور كان كام لو تفتكروا؟ كان 49. السايد سكور كان 56. طيب حلو جدا. تعالوا بس عايز ادي هنت بسيط في حاجه اسمها بريتاتوري جورنالز. طبعا نتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل في البابليكيشنز. البريتاتوري جورنالز دي مجلات مش تبع اي دار نشر، بنسميها مجلات تحت بير السلم يعني زي ما بنقول. في لستة يعني، عشان اتاكد برضه باخد اسم المجله بتاعتي واحطها كده على جوجل واكتب بريتاتوري جورنال ليست. قائمة البريداتوري جورنال كل سنة بتبقى موجودة، بشوف المجلة دي تبع البريداتوري جورنال دي ولا لأ. تمام. وده كده الامباكت فاكتور والسايت سكور. طيب في الاس جي ار وفي السناب. طبعا الكالكوليشنز بتاعتهم معقده شويه، بس عايز ادي بس هنت على الاس جي ار، وهو ان معيار اساسي عنده انه بيشوف مش بس السايتيشنز، لا السايتيشن دي تبع مجلات ايه. يعني لو سايتيشن من مجلة قوية الاس جي ار بيعلى. تمام. فده معناه الاس جي ار كل ما كان عالي، ده معناه ان الابحاث اللي موجودة في الجورنال دي، في المجلة دي، بتتاخد فين؟ في استشهاد في مجلات كبيرة. تمام، ده اس جي ار. طيب فده كده معايير لاختيار الجورنال ماتريكس او جورنال ماتريكس في الارتكل ماتريكس. علشان نشوف بقى، تعالوا نشوف البحث بتاعنا اللي احنا بنقراه ده قوي ولا لا. فبيعتمد على ايه؟ بيعتمد اول حاجه على عدد السايتيشنز الموجوده للبحث. بشوف بيبقى ظاهر، وهنعرف ده بعدين يعني، بيبقى ظاهر عدد السايتيشنز او الابحاث اللي خدت البحث ده كمرجع، السايتيشنز كام، والجورنال اللي هو منشور فيه. تمام. يعني انا ممكن السنه دي مثلا 2023 هشوف بحث لقيت فيه سايتيشنز كتيره، ده مؤشر كويس ان البحث ده واضح ان هو قوي نسبيا. طيب في ابحاث لسه منشور امبارح محدش لحق عملها سايتيشن، فبخش اشوف الجورنال بتاعته، ونشوف بقى المعايير المختلفه، الامباكت فاكتور بتاع الجورنال وهكذا يعني. طيب ده كده الماتريكس الخاصة بالجورنال والارتكل. في حاجة بقى خاصة بالريسيرشر. لو احنا عايزين نشوف البحث ده كويس ولا لا، طبعا الباحث مش بعد سنة او سنتين، الباحث ده او الساينتست بقى اللي هو بقاله 10 سنين في المجال،
شغال بحث علمي. تعالوا نشوف هو قوي ولا لا. في معايير، في معايير. اول حاجه عدد الببليكيشنز. الراجل ده اشتغل 20 سنة، نشر كام بحث، فده معيار، أحد المعايير. مش شرط إن هو يكون المعيار الأساسي، ممكن حد نشر 10 أبحاث وهنعرف الباقي، بس 10 أبحاث في الجول. وممكن حد نشر 100 بحث بس كلهم ملهمش لازمة. احنا طبعا قلنا فكرة البحث العلمي، هنشوف ده دلوقتي. تاني حاجة السايتيشنز، عدد الاقتباسات اللي الراجل ده بعد 30 سنة أو ساينتست ده خد، جات له بعد 30 سنة من نشر البحوث، كام حد استشهد بكلام البحث بتاعه. تمام. تالت حاجة الفاليو اللي بيقدمها، القيمة. أنا ممكن أعمل بحث واحد بس البحث ده اوريدي حاجة كده برومينج جدا، نشرت في نيتشر، مجلة قوية جدا، فالفاليو بتاع البحث اللي بيقدمه، زي مثلا دكتور زويل في الفيمتو كيمستري، يعني ان هو قدر يعمل انوفيشن وابتكار كبير يعني. فالفاليو دي ريليتد قوي بالنقطة اللي انا كنت بتكلم فيها، الايديا، الفكرة. اللعبة في البحث العلمي دايما في الايديا، في الفكرة، في الفاليو اللي هتقدمه للناس. وحاجة كده للببليكيشن والسيتيشن بتبقى اسمها اتش اندكس. تمام. تعال نشوف يعني ايه اتش اندكس ونشوف المثال بتاعه. تمام. ده جزء من تقييم الباحث. طيب لو احنا افترضنا ان الباحث ده نشر 8 ابحاث، حلو، يبقى عدد الببليكيشنز بتوعه 8. طيب لقينا ان 7 من ال8 دول حصل لهم سايتيشن اكتر من 7 مرات، 7 مرات او اكتر، يبقى اذا الاتش اندكس بتاعه 7. يبقى الراجل ده عنده 7 ابحاث حصل لهم سايتيشن 7 او اكتر. تمام. يبقى ده الاتش اندكس بتاعه 7. طيب لو انا قلت لك ان الاتش اندكس بتاعه 8، يبقى الراجل مثلا عنده 8 ابحاث حصل لهم سايتيشن اكتر من 8 مرات. 8 مرات دي اللي هي 8 ابحاث مختلفة استشهدت بالبحث ده. طيب تعال ناخد مثال تاني. ده حد تاني نشر 11 بحث، نشر 11 بحث. طيب تعالوا نبص كده، هنلاقي ان في 4 بس منهم اوريدي حصل لهم سايتيشن 4 مرات او اكتر، فبالتالي هنعتبر ان ال H index بتاعه 4. طيب لو كان اوريدي عنده 5 ابحاث حصل لهم سايتيشن اكتر من 5 مرات او اكتر، فكنا هنقول ان ال H index بتاعه 5. فبالتالي كل ما كان ال H index كبير كل ما كان ده مؤشر على قوة الباحث، ان عنده ابحاث كتير بيحصل لها سايتيشنز كتير. طيب تعالوا ناخد كده مثالين حلوين جدا. اول مثال دكتور احمد زويل، نشوف ال H index بتاعه كام. ربنا يرحمه طبعا. دكتور احمد زويل لغاية السنة دي 2023 في 59,000 بحث استشهدوا بكلام دكتور أحمد زويل. 59,000 مجموعة بحثية استشهدت بكلام دكتور أحمد زويل. ال H index بتاعه 129، يعني في 129 بحث حصل لهم سايتيشن أكتر من 100، حصل لهم سايتيشن 100 أو أكتر بقى، هم أكتر من 129 مرة. تمام. فده دليل قوي جدا. دكتور احمد زويل رحمه الله طبعا صاحب نوبل برايز، ملهم المصريين بشكل عام والعرب كلهم. المثال التاني دكتور مصطفى السيد. تعالوا كده نبص. دكتور مصطفى السيد حصل له سايتيشن اكتر من 145 الف مرة، يعني 145 الف بحث استشهدوا بكلام او بكلام ابحاث دكتور مصطفى السيد كان مشارك فيه. الاتش اندكس بتاعه كان ربنا طبعا يديله طولة العمر 141 اتش اندكس 141، يعني عنده 141 بحث تم استشهاد كل واحد فيهم اكتر من 141 مرة. ده كده مؤشر على الاتش اندكس بالنسبة لنا. يبقى كده دي الماتريكس المختلفة اللي خدناها، الجورنال ماتريكس، المعايير الخاصة ان انا اقول الجورنال دي قوية ولا لا، والارتكل دي قوية ولا لا، وكمان البحث ده قوي ولا لا، باحث او ساينتست طبعا. يبقى احنا الترمينولوجي يعتبر كده خدنا كل التوبكس دي، عايز افكركم بيها تاني. اخيرا النهارده هنختم بالبلاجريزم، عنوان مهم جدا عايزين نشوف معناه ايه. بلاجريزم هنعرف ديفاين كده يعني ايه بلاجريزم، هناخد اكزامبلز وازاي ان احنا نعمل ديتكشن. بلاجريزم معناها السرقة العلمية، سرقة علمية. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل في الاسكس بعدين، بس البلاجريزم عنوان مهم is the presentation of another person's language, thoughts, ideas, expressions as own original work, as one's
own original work. يعني ايه؟ يعني انا باخد كلام ناس، احنا قلنا thoughts معتقدات او ideas او expression، واعتبرها ان هي الشغل بتاعي. ان انا مثلا اخد جزء من كلام حد وما اعملهوش سايتيشن، ما اقولش ان الكلام ده بتاع شخص معين، او ان انا اخد كلام الاكسبريشنز، يعني اخد الكلام as it is، وهناخد التايبس دلوقتي، وحتى لو عامل له سايتيشن بس خدت الكلام زي ما هو، الاكسبريشن بتاعه ده يعتبر حقوق ملكية للشخص. فده اسمها سرقة علمية. طبعا هناخد في الاسكس العقاب بتاعها يبقى عامل ازاي. فالبلاجيزم يعتبر dishonesty، عدم أمانة بحثية أو علمية. طب كده ده كده البلاجيزم مصطلح مهم جدا هتسمعه كتير. البلاجيزم معناه ان سرقة أدبية، ان انا اخد كلام الناس وانسبه ليا بالنسبة لي. طيب الحاجة التانية هناخد examples كده. ايه يعني نوعين كده اساسيين في البلاجيزم. ان انا اعمل ايه؟ ان انا اخد تكست ايه يا عبد الله؟ يعني اخد كلام الراجل اول حاجة من غير ما اعمله سايتيشن، فدي حاجة. الحاجة التانية انا عامل له سايتيشن بس خدت الكلام زي ما هو، دي يعتبر اكسبريشن، تعبير للراجل، حتى التعبير ده ما تاخدهوش زي ما هو. هنشوف هنتغلب على النقطة دي ازاي. تاني حاجة ان انا اخد figures او tables من غير ان انا اعمل سايتيشن للشخص، او حتى انا عملت سايتيشن بس اوريدي حاجة تانية لازم هعملها. طب لو انا خدت التكست وعملت له سايتيشن، يعني قلت الكلام ده بتاع الراجل ده، بعمل حاجة اسمها paraphrasing، ان انا اعيد صياغتها باسلوبي. الاسلوب ملك للشخص كمان. تمام. وده هناخده طبعا بالتفصيل في الكتابة في التكست المختلفة، يعني هناخد examples كتيرة وازاي نتغلب عنها. البرميشن في الفيجرز والتيبلز، انا هاخد فيجر او تيبل، هخش للبحث او للمجله واخد برميشن، ان انا سماح كده ان انا استخدم البحث ده. في ناس بتعمل برميشن فور فري، وفي ناس بتعمل برميشن لازم بفلوس كمان. تمام. طيب يبقى كده دي خدنا definition البلاجيزم، السيرة العلمية، واكزامبل بسيط او examples بسيطة عنها. اخر حاجه في ديتكشن، ازاي ان انا اكتشفها. في برنامجين او هناخدهم طبعا بالتفصيل، تيرن 10 والبلاجريزم تشيكر اكس. دول برنامجين بيقول لك نسبه البلاجريزم عندك قد ايه. في مجلات بتسمح بنسبه بلاجريزم معين ما ينفعش تتخطاها عشان تنشر فيها. تمام. عاده مشكله البلاجريزم بتكون في حته اعاده الصياغه، ان احنا مش عارفين نعيد صياغه بشكل كويس. فده كده فكره البلاجريزم. المصطلح ده مهم ان هو يكون موجود عندك. خدنا الديفينيشن بتاعه والاكزامبلز وازاي ان احنا بنعرف نعمل ديتكشن. المجلات طبعا عندها مواقع ان هي تقدر تكتشف ده. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان في داتابيز معينه موجوده عند الراجل، فبالتالي انت جايب بحث، فبالسوفت وير بقى والبرامج دي يعرف نسبه الاقتباس او نسبه الحاجات المتكررة زي اللي هي موجودة في الداتابيس القديمة، ان انت مستخدم نفس الكلام يعني. فده سوفت وير، وهنتكلم عن ده في الرايتنج والريفرنس والحاجات دي كلها ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. الاسئله النهارده تاسك رقم 10 هتفرق بين الامباكت فاكتور والسايد سكور، بحيث تتاكد ان انت فاهمهم كويس وتعرف يعني ايه بالاجوريزم. بس كده تقريبا المحاضره خلصت، وزي ما انتم عارفين ازاي هتسلموا التاسكس المختلفه. لو انت ممبر او مش ممبر في رأي عشان تاخد الشهاده بعد نهايه شابتر 3. شكرا لكم واشوفكم ان شاء الله في المحاضره